السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض قراقيش بالملبن، خطيره وطريقتها سهله وبسيطه جدا وعلى قد الايد، وهتطلع معاكي خطيره من اول مره. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف وصفتنا. اول حاجه في بوله كبيره عندي هحط 4 معالق كبار من السكر، واحط عليهم كمان 1.5 كوبايه من الميه، والكوبايه اللي هنعير بيها باقي المقادير كلها عشان تطلع مظبوطه معاكي. هقلب السكر مع الميه كده، وبعدين هحط بقى معلقه كبيره من الخميره الفوريه وهقلبها مع الميه والسكر كده. وطبعا لو عايزه تتاكدي من الخميره بتاعتك غطيها وسيبيها 5 دقايق لحد ما تعمل فقاعات على الوش عشان تشوفي شغاله ولا لا. وعندي هنا بقى 2 كوباية من السمنه، اي نوع سمنه عندك استخدميه عادي، هتطلع حلوه جدا. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها كويس جدا جدا. وعندي بقى هنا كيلو من الدقيق، يعني 8 كوبايات من الدقيق لو هتعيري بالكوبايه، وعليهم نص معلقه صغيره من الملح، واحط عليهم بقى معلقه كبيره من بهارات الكحك، ودي بتتباع عند العطار، بتدي ريحه حلوه جدا للمنين والكحك والقراقيش، بتخليها تحفه. هنسمي بسم الله بقى ونبدأ نعجن العجينة بتاعتنا كده كويس قوي. كل ما تعجني العجينة بتاعتك كويس كل ما هتديكي نتيجة احسن واحسن، وكل ما العجينة بتاعتك اتخدمت كويس كل ما المخبوزات والحاجة بتاعتك طلعت طعمها احلى. بعد ما لميت العجينة بتاعتي كده هاخدها على السطح اللي انا شغالة عليه كده، وهرشرش عليها شوية من المية، وابدأ اعجنها لمدة 10 دقايق ولا حاجة لحد ما العجينة تتلم معاكي وتطرى. بعد بقى ما عجنتها كويس كده حطيتها في البوله بتاعتي، وهنبدا نشتغل فيها على طول. هاخد قطعه كده منها وهبرمها كده على شكل اسطوانه صغيره بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هعمل بقى كل العجينه بنفس الحجم والشكل كده لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. بعد بقى ما خلصت كل الكميه هاخد اول واحده عملتها كده وهبدا افردها بايدي كده بالشكل ده، والخطوه اللي جايه هتحتاجوا تشوفوها عشان تفهموا هعمل ايه. بعد ما فردتها كده بالمردانه بتاعتي هكون عامله الملبن بتاعي صوابع كده طويله بيتعمل معاكي بكل سهوله. ولو خايفه يلزق على السطح اللي شغاله عليه هترشي رشه نشا وبعدين تبرميه رول كده زي ما انت شايفه. هحط بقى الرول بتاع الملبن جوه العجينه وهبدا ابرم والف في العجينه كده بالشكل ده. بعد كده هرولها على السطح بتاعي عشان نخليها رفيعه، لان لسه هنسيبها عشان تتخمر، فرفعوها شويه كده زي ما انتم شايفين، وممكن ترفعوها كمان اكتر من كده، ما تقلقوش لسه بتتخمر وحجمها بيتضاعف. هبدا بقى اقطعها لقطع صغيره كده بالشكل ده وبالسكينه بكل سهوله، وهنعمل بقى واحده كمان مع بعض عشان تشوفوها. بعد بقى ما قطعتها كده القطع الحجم اللي انا عايزاه حطيتها في صينيه، سبتها تخمر لمده نص ساعه او ربع ساعه حسب حراره المكان عندك. بصوا الضعف حجمها ازاي ما شاء الله، عشان كده بقول لكم لو حابين ترفعوها رفعوها عادي. كده كده بتخمر وحجمها بيزيد. هدهن بقى القراقيش او المنين بتاعي بشويه من الميه، عليهم معلقه من السكر كده بالشكل ده، وهرش بقى عليها شويه من السمسم. ممكن تاخدوا قطعه كده وتغطسوها في السمسم. انا في باقي الكميه عملت كده، خدت قطعه وبقيت احطها في السمسم ورصها تاني في الصينيه. فاختاروا الطريقه اللي تحبوها. في الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، بدخلها على الرف الوسطاني لمده 20 دقيقه، وبطلعها اشوفها لو احمرت من تحت هرفعها فوق واسيبها كمان 20 دقيقه او لحد ما الوش بتاعها يتحمر حسب الفرن بتاعك طبعا. وبتطلع معاكم بقى بالشكل الحلو ده كده. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا وقلب البيت ومتحمره وواخده لون ذهبي خطير جدا. كان عندي شويه عجوه، عملت كمان شويه بالعجوه، شايفين بقى حلوه ازاي وتحفه ومقرمشه وخطيره جدا. هتعجبكم قوي وطريقه سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه. جربوا المنين او القراقيش بالملبن في البيت وهتطلع معاكم زي بتاعه بره واحلى كمان. وبالف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.